الأول قبل ما أقول رأيي في موقف من الدستور التصويت بنعم من وجهة نظري الشخصية ووفقا ما ذهبت ليه أغلبية الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أنا سعيد جدا بالجو اللي جرى في مناقشة ده في الهيئة العليا. الناس النهارده اتناقشت جدا مع بعض باحترام، لا اللي قال نعم شايف ان اللي قال لا اشخاص خارجين عن الاجماع، ولا اللي قالوا لا تحدثوا بفكره ان من قال نعم خاين او غير سوي او كده. دي روح موجوده في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اتمنى ان كل زمايلنا في الهيئه العليا والمؤتمر العام وفي المستويات التنظيميه المختلفه يبقوا فاهمين ان احنا حزب يتمتع في وسط الاحزاب المصريه اللي موجوده بخاصيه اتصور ان هي مش موجوده في اي حته ثانيه، وهي الديمقراطيه الداخليه واحترام اعضاء الحزب لبعضهم لبعض، الشيوخ للشباب والشباب للشيوخ والمستويات التنظيميه المختلفه. انا من وجهه نظري الشخصيه على الرغم من مسالك كثيره موجوده في الدستور في النسخه المعدله في دستور 2013 من وجود محاكمات عسكريه من المدنيين، من عدم تحقق شروط كامله للدوله المدنيه، من بعض الاعتراضات عليا على افضل نظام الحكم، ولكن انا ما ببصش على الدستور على انه مجرد نصوص قانونيه. الدستور في الاخر هو تعبير عن ظروف سياسيه واقتصاديه واجتماعيه موجوده في المجتمع في لحظه معينه، وانا شايف ان موازين القوى اللي موجوده في المجتمع اللي فيها مؤسسات الدوله اقوى من الافراد، وموازين القوى اللي موجوده في المجتمع اللي بتقول ان المواطن المصري في الفتره دي ما هوش مهتم بشكل كبير بالدستور ولا مكتوب فيه ايه، وان في مجموعات موجوده في المجتمع تعاني من ضعف شديد زي المواطنين المصريين المسيحيين اللي بيتم حرق 68 كنيسه ليهم، والمواطنين اغلب المواطنين مش شايفين ان ده فيه كارثه، او ان السيدات المصريات اللي بيتم التحرش بيهم في ميدان التحرير في عز النهار. في تلك الاجواء لا نستطيع ان نصل دستور محترم بالكامل كما كان الزملاء اللي كانوا عايزين يصوتوا بلا شايفين الموضوع ده. بما كاننا لا نستطيع ابدا ان ننكر ان الجيش المصري تم استدعائه في 11 فبراير وتم استدعائه في 3 يوليو لتخلصنا من نظام مبارك ونظام مرسي، فبالطبيعي الجيش المصري من سنه 52 لحد دلوقتي له صلاحيات واسعه. نرفض كل تلك الاشياء، ولكننا يجب ان نعي ان التصويت بالدستور على لا هو مكسب لجماعه الاخوان المسلمين وانهيار كامل لحلف 30 يونيو اللي احنا استدعيناه، واللي احنا المفروض كنا نبقى عارفين كويس قوي قوي ان استدعاء حلف 30 يونيو ده معناه ان هناك موازين قوى موجوده في المجتمع، القوى الديمقراطيه طرف فيها، مؤسسات الدوله طرف فيها، بعض الاشخاص المنتسبين للنظام مبارك طرف فيه، حتى نكون خلصنا من جماعه الاخوان المسلمين. احنا في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما بنقولش نعمين، لان في طريقه بتاعت ان ده افضل دستور في الدنيا وان احنا لازم نقول نعم مش عارف الاتقاء لشرع ايه، احنا بنقول نعم ولكن لدينا ملاحظات وسوف نكافح كما تعهدنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سواء في البرلمان او عبر مشاركتنا في موجات اخرى من الثوره، ان نسقط المحاكمات العسكريه للمدنيين، ان نحقق مدنيه الدوله بالكامل، ان نحقق المساواه بين المواطنين المصريين والمسيحيين، ان نحقق المساواه بين الرجل والمراه. وعايز اشكر الدكتور محمد ابو الغار واشكر الدكتوره هدى الصدى على موقفهم داخل الجمعيه التاسيسيه للدستور. هم عملوا مجهود كبير جدا جدا وكان موقفهم واضح، ويكفي ان انا اقول لزمايلي في اعضاء الحزب ان انا الحزب الوحيد اللي اعضاء ممثلين في الجمعيه التاسيسيه للدستور صمموا باباء وشمخ على رفض المحاكمات العسكريه للمدنيين. سوف يدفع الحزب ثمن ذلك مستقبلا، وسوف يدفع هؤلاء الاشخاص الذين رفضوا ذلك مستقبلا. ونحن الحزب الوحيد الذي صمم على بعض القيم المتعلقه بالمساواه بين الرجل والمراه والمساواه بين المواطنين المصريين المسيحيين. انا فخور بوجودي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فخور بالشباب اللي قالوا لا النهارده، وهم من حقهم ان هم يقولوا لا للدستور حتى على الرغم من موقف الحزب، لان الحزب ما بيقهرش شبابه ما بيقهرش الاشخاص المعارضين ليه. طالما احنا هنفضل نتعامل بالروح المحترمه اللي موجوده ما بيننا دي، انا متاكد ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في يوم من الايام وكمان سنين اتجاه لقدام هيبقى الحزب الحاكم سواء احنا موجودين فيه او مش موجودين فيه.